كان بيشتري كيس شيبسي من السوبر ماركت، فاتفاجئ بإيد بنت ظهرت قدامه، والبنت دي بتقول له ان صاحب السوبر ماركت خاطفها عشان يقتلها. وواحد من السوبر ماركت بيجي يتكلم معاه على كيس الشيبسي اللي وقع ده، وبيقول له انه هيروح يناديله الان. واول ما الراجل بيمشي بيحط البنت دي في عربيه السوبر ماركت وبيحط فوقيها اكياس الشيبسي، وبنلاقي ان الامن بيجي عشان يتكلم معاه على كيس الشيبسي اللي وقع منه على الارض، لكن بياخده منه هو كمان وبيحطه في العربيه. وفعلا الشاب ده بينجح انه ينقذ البنت دي من صاحب السوبر ماركت وبيخرج بيها بره، لكنها اول ما بتشوف السوبر ماركت بيتقفل بتبقى خايفه وبتتوتر جدا، وبتفهم الشاب اللي معاها ده ان ابنها كمان مخطوف جوه السوبر ماركت. والشاب بيبدا يفكر في خطه عشان ينقذ بيها ابنها، وهو انه بيروح عند عربيه صاحب السوبر ماركت ده وبيحط عربيه السوبر ماركت قدامه، وصاحب السوبر ماركت بيطلب منه انه يبعد العربيه من قدامه، لكن الشاب بيرفض، فبيضطر صاحب السوبر ماركت انه ينزل بنفسه عشان يبعد العربيه. وفي الوقت ده ام الولد بتروح العربيه بسرعه